السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل شوية ليمون مخلل عظمة. معايا بقى كيلو من الليمون والكمية اللي انتوا عايزينها اقطعه اربع تربع بس ما اوصلش للاخر. يعني هاخد الليمونة كده بالسكينة اربع تربع، مش هوصل للاخر. طبعا الليمون ليه طرق كتير جدا بتتملح بيه، لكن اقرب واحب طريقة لقلبي هي الطريقة دي بصراحة يا جماعة. بجد بيبقى زبدة كده ودايب دوب، ويعني طعمه هيبقى مختلف عن اي طريقة تانية. هنزل بمعلقتين من الملح، وهانزل بكمية من الفلفل الأحمر. أنا ما كانش عندي إلا دول بصراحة، بس هو كان عايز أكتر من كده. أنتِ لو عندِك كمان حطّي، بيدّي له لون وطعم حلو أوي. هاخلطهم كلّهم مع بعض وهاولّع كده النار عليه. يعني أول 5 دقايق أقلِّب عليه كده لحد ما ينزل المَيّة بتاعته. أنا ما باحطّلوش مَيّة خالص. أنتِ بقى لو عايزة تفتحي عليه بعد شهر وأكتر، اعملي نُص سِوَى. عايزة بقى تعملي زيي كده وتفتحي عليه بعد أسبوع، اعملي حوالي سِوَى إلّا ربع، إلّا حاجات بسيطة زي ما أنتم هتشوفوا كده. هاسيبه بقى يبرد خالص، لازم يكون بارد جدًا يا جماعة زي ما أنتم شايفين. بُصّوا الجمر، والله جمر. هاجيب بقى البرطمان بتاعي كده، بس أنا ما كانش عندي برضه برطمان صغير، بس قال لك الجيش يتصرّف يعني. هاحط بقى كده الليمون بتاعنا جوّه البرطمان زي ما أنتم شايفين. بُصّوا الجمال، هو ده يدوب من غير حاجة. هانزل بقى بشوية زيت كده فوق الوش، دي مادة حافظة لليمون بتاعنا. هافتح عليه بعده أسبوع وبجد وهاوريه لكم وهاقول لكم إيه رأيكم في الطعم والجمال. بس جربوه وادعوا لي. هاقفل طبعًا بكيسة وبالغطا كويس، يا رب الوصفة تعجبكم.